واخيرا مسلسل دير ديفل بورن اجين، الشيطان رجع والمره دي اللعبه هتبقى مختلفه. من اول ما ظهر على نتفليكس ودير ديفل خطف قلوب الناس بقصته المظلمه واسلوبه الواقعي في القتال والصراعات النفسيه اللي خلته مش مجرد بطل خارق والسلام، لكنه بعد ما غاب لسنين مات موردك رجع من جديد، والمره دي الاعداء اخطر والمواقف اصعب والمواجهات هتبقى نار. تفتكروا ايه اللي مستني دير ديفل بعد ما خلص على كينج بن؟ او على الاقل ده اللي كان فاكره وظن ان نيويورك هتبقى أكتر أمانا، لكن العكس تماما حصل. الجريمة بقت أخطر والأعداء بقت أذكى، ومات موردك لسه متعلق ما بين كونه محامي بيدافع عن الحق وبين كونه دير ديفل اللي بيجيب حق الناس بطريقته الخاصة. المسلسل هيبقى أعمق من الأول وهيورينا قد إيه الصراع النفسي اللي بيعيشه مات موردك صعب، خصوصا مع احتمال إن كينج بن يرجع بقوة وهيكون في طريقه للسياسة، وده معناها إنه مش هيبقى مجرد زعيم عصابة بل شخص لا يمكن لمسه بالقانون. واللي ما يعرفش دير ديفل فهو ظهر في فيلم سبايدر مان نو واي هوم، ودي كانت مفاجأة مارفل اللي قلبت الدنيا. قبل إعلان المسلسل مارفل فاجأت الجميع لما مات موردك ظهر كمحامي لبيتر باركر في فيلم سبايدر مان نو واي هوم. المشهد كان قصير لكنه كان جامد، لما بيتر بيتفاجئ بان موردك اللي ما بيشوفش ماسك طوبة مرمية عليه من الشباك بسرعة خارقة، فيسأله وهو مستغرب انت ازاي عملت كده؟ فيرد موردك بكل بساطة انا محامي شاطر. I'm a really good lawyer. وده كان كفايه عشان يشد حماس الجمهور. مارفل اكدت رسميا ان دير ديفل موجود في عالم سبايدر مان، ومعنى كده ان احنا ممكن نشوف تعاون قريب ما بينهم او حتى مواجهه ما بينهم لو حصل تعارض في المصالح. الاثاره هتكون على مستوى جديد، القتال هيبقى دموي والاحداث هتخليك مش قادر تشيل عينك من على الشاشه، وكمان ممكن نشوف ظهور شخصيات مارفل تانية زي ذا بانشر او حتى سبايدر مان نفسه. المسلسل مش هيبقى مجرد موسم جديد لكنه اعاده انطلاقه مختلفه تماما للشخصيه. القصه هتكون اعمق بكتير والمشاهد هتكون اقوى، والصراع النفسي اللي بيعيشه موردك هيكون اهم من اي وقت فات، لكن في نفس الوقت هيفضل محتفظ بجو الاكشن المظلم اللي خلاه واحد من اقوى مسلسلات مارفل. مستعد تنزل تاني لشوارع هيلز كيتشن؟ حرفيا دير ديفل بورن اجين مش هيبقى مجرد مسلسل ابطال خارقين، دي هتبقى قصه انتقام وعداله وصراع بين الخير والشر. والمره دي دير ديفل مش بس هيواجه الاعداء اللي بره، لا ده كمان هيواجه اعدائه اللي جواه. لحد دلوقتي نزل حلقتين بس من مسلسل دير ديفل بورن اجين على منصه ديزني بلس. الحلقه الثالثه من المتوقع اصدارها يوم الثلاث 11 مارس 2025. الموسم الاول بيتكون من 18 حلقه وبيتم اصدار حلقه جديده كل اسبوع. اكتبوا لنا في التعليقات ايه اكتر حاجه متحمسين تشوفوها في المسلسل، وهل تتوقعوا ظهور سبايدر مان او ذا بانشر في الاحداث. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد.